الأكبر الشيخ أحمد الطيب مع السيد الرئيس السيسي هي رسالة سلام وطمأنة للشعب المصري وللعالم بأنه هننتصر على الإرهاب بقوتنا وبمحبتنا وبوجودنا جنب بعضنا البعض. نعم، نيافة الأب، أطلب من حضرتك أن تبقى معنا عبر الهاتف. ومثلما تتابعون مشاهدينا، وصل جثمان العميدة نجوى الحجار إلى مسجد العمري بالإسكندرية، حيث تقام صلاة الجنازة بإذن الله عليها. نيافة الأب، أعود إليك مرة أخرى وأسأل حضرتك عن أنه دائما استهداف الكنائس المصرية بالتفجير يكون هدفه الأساسي هو محاولة لنسف التعايش ونسف وأن تنال أيدي الإرهاب الغادرة من روح التعاون وروح الوحدة الوطنية بين نسيجي الأمة المصرية. كيف تتعاملون مع مثل هذه المحاولات الخسيسة؟ الكنيسة المصرية بالذات من 2000 سنة هي كنيسة الشهداء، واحنا عارفين كويس انه هذه الاعمال تزيدنا اصرارا انه نكون مع اخوتنا المسلمين ايد واحدة وقلب واحد. لكن انا اعتقد ان هناك هدف ثاني، وهو في ظن الارهابيين او اللي وراء الارهابيين انهم عايزين يفرغوا الشرق من المسيحيين، وهذا هو المستحيل الأكبر، لأنه مصر